السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير دايما وفي احسن حال يا رب. النهارده باذن الله يا شباب هنقول لكم في الفيديو ده ازاي تتحول من طالب مش عارف يذاكر لطالب مش عارف يبطل مذاكرة. انا عارف انا بقول لك ايه، لطالب مش عارف يبطل مذاكرة. هتدمن المذاكرة حرفيا. بص، هتعشق المذاكرة. بس قبل ما نبدأ في الفيديو بتاع النهارده اتأكد ان انت مشترك في القناة علشان الفيديوهات اللي احنا بننزلها باذن الله الفترة الجاية توصلك في ميعادها ومفيش اي حاجة تفوتك، لان الفيديوهات اللي احنا هننزلها الفترة الجاية قوية جدا وهتبقى طول السنة، فهتنفعك بإذن الله وهتساعدك ان انت تجيب مجموع كويس. يلا بقى نبدأ في الفيديو بتاع النهاردة. اولا، انا مش عايزك تعرف ان المذاكرة عقاب او المذاكرة عذاب او قبر في الدنيا. المذاكرة مش كده. المذاكرة دي حاجة عادية جدا. المذاكرة ايه؟ حاجة عادية جدا. بص، تخيل كده معايا لو انت ماسك الموبايل وبتلعب لعبة على الموبايل. ماشي، اللعبه دي عباره عن ايه؟ عباره عن مراحل. اللعبه متقسمه لمراحل، كل ما تخلص مرحله في اللعبه دي كل ما تتاهل لليفل اعلى في اللعبه، كل ما تفتح هديه. الهديه دي هتوصلك لليفل اعلى في اللعبه. طيب، المذاكره بقى زي اللعبه بالظبط. المذاكره متقسمه لاجزاء صغيره، كل جزء اللي هو مرحله متقسمه لمراحل، اجزاء صغيره. كل ما تخلص جزء كل ما تحس بنفسك اكتر، كل ما تحس بالانجاز اكتر، كل ما تعدي على مرحله اعلى. هي الفكرة كده. فلازم تبدأ بجزء صغير. تقسم المذاكرة بتاعتك أولا كده، تقسمها على مراحل، تقسمها على أجزاء صغيرة، وتبدأ تشتغل على كل جزء لوحده. تخلص الجزء ده تلحق مع الجزء اللي بعديه، تريح تلحق مع الجزء اللي بعديه، تريح شوية تلحق مع الجزء اللي بعديه، وهكذا لحد ما تحس بالإنجاز، لحد ما تبقى بتحب المذاكرة كل يوم تذاكر. رقم 2، عايز أقولك على إيه النهاردة. بص، لازم عشان تيجي تذاكر تتأكد ان انت بتذاكر في بيئة هادية، تبعد عنك كل مصادر التشتت، كل الملهيات والمشتتات اللي ممكن تبعدك عن هدفك او تبعدك عن التركيز وانت بتذاكر. حرفيا بص، شوطهم برجلك. زي الموبايل، زي الموبايل، زي الضوضاء. انت بتذاكر على طول، متعود تذاكر في البلكونة او تذاكر في حتة فيها دوشة، تذاكر في المطبخ والمطبخ مسمع على بلكونة في وشكم. بص، الراجل كل يوم يزعق لمراته، يزعق لمراته، مشاكل عائليه ملناش دعوه. فابعد عن الحته دي، خد بعضك وروح ذاكر في اوضتك، خد بعضك وروح ذاكر في الصاله، ذاكر في اي حته، بس لازم المذاكره بتاعتك تكون في حته هاديه، في حته هاديه. طيب، واحد يقول لي هو انا لما ابعد عن الموبايل مش ده مصدر التشتت؟ ايوه طبعا، الموبايل مصدر من مصادر التشتت، ممكن يبعدك عن هدفك. طيب، انا بذاكر على الموبايل دلوقتي، اعمل ايه؟ بص، انت لو بتذاكر على الموبايل بتسمع حصص عليه، مذاكرتك كلها على الموبايل، لازم تتاكد ان انت عندك من جواك نيه صافيه لله، اللي انت لما حد يبعت لك رساله على الواتس، على التليجرام، على الانستجرام، ما تردش عليه غير لما تخلص مذاكره. يا اما بقى تنزل ابلكيشن على الموبايل يقفلك كل التطبيقات اللي هي ممكن تبقى تعتبر من مصادر التشتت، زي تيك توك. تطبيق يعتبر من مصادر التشتت. فنزل تطبيق بقى من علامات جربليه يقفله، يقفل الاشعارات بتاعته تماما علشان ما يجيلكش نزل ده فيديو، ده اعجبها بيه، دي بعتت لك بوسه. جماعه، ابعدوا بالله عليكم عن الحاجات دي، وما تتابعوش اي حد على السوشيال ميديا. السنه دي بالذات، السنه دي بالذات ممكن يضيعكم. زي سوزي الاردنيه مثلا دي يا رب ما تطلع من السجن. انا مش عارف مالي ومالها، مستفزه، مستفزه. عملوا لها مؤتمر صحفي عشان جابت 50% وخدت الثانويه العامه على سنتين. فانا مش عايزك تركز مع الناس دي، مش عايزك تركز مع الناس اللي بترقص، مش عايزك تركز مع الناس اللي بتغني. مالكش دعوه، اسمع قران وقرب من ربنا وذاكر. ماشي، تابع شيوخ، تابع الناس اللي بتدي نصايح على السوشيال ميديا، تابع المدرسين بتاعتك، غير كده ما تتابعش، ما تتابعش غير كده، اسمع مني. وتالت حاجه عايز اقول لك عليها النهارده، اللي انت علشان تذاكر لازم تبدا بحاجه صغيره، تبدا بجرعات صغيره. ما تقولش انا هذاكر 8 ساعات ورا بعض، النهارده هبدا 8 ساعات ورا بعض متواصل، مش هتذاكرهم. اسمع مني، اسمع من اخوك الكبير، اسمع من اخوك الكبير، مش هتذاكرهم خلاص. يبقى ابدا ب 25 دقيقه مذاكره وخمس دقائق راحه. هتذاكر 25 دقيقه مذاكره وتاخد 5 دقائق راحه، 25 دقيقه مذاكره وتاخد 5 دقائق راحه، وهكذا. التقنيه دي اسمها تقنيه البرومودورو. هتاخد 4 دورات مذاكره، 25 دقيقه و5، 25 دقيقه و5، وهكذا 4 دورات، وتريح نص ساعه. يا اما بقى تعمل اللي انا بعمله، انا بذاكر 50 دقيقه مذاكره، 50 دقيقه مذاكره و10 دقائق راحه، بكررها دورتين وبريح نص ساعه، او بكررها 4 دورات اللي هي 50 و5، 50 و10، وبريح ساعه. يبقى انا بذاكر 50 دقيقه مذاكره، باخد 50 دقيقه مذاكره وبريح 10 دقائق، 50 دقيقه و10 دقائق، 50 دقيقه و10 دقائق، 50 دقيقه و10 دقائق، 4 دورات اهم.
بتخلص الاربع دورات وبتريح ساعه. يا اما بقى لو انت قدراتك بسيطه شويه او متوسطه بتذاكر دورتين من 50 ل 10، 50 ل 10 وتاخد نص ساعه راحه. ماشي، انا بذاكر 4، فرقت في مستواي قوي. ماشي كده. طيب الحاجه اللي بعد كده عايز اقول لك على ايه؟ عايز اقول لك ان المذاكره معناها فهم وكتابه وحل. فهم وكتابه وحل. واحد صاحبك قال لك المذاكره معناها حاجه غير الثلاثه دول، بص قول له انت مش فاهم حاجه، انت هتضيعني، سيبك منه، سيبك منه، اسمع مني، اديله على دماغه. الثانويه العامه يعني فهم وكتابه وحل. هتاخد الدرس هتعمل فيه هتفهمه كويس جدا. انت دلوقتي فهمت الدرس هتعمل ايه؟ هتكتبه بايدك. لازم تطبق على الدرس بايدك، تطبق عليه شرح. يبقى انت فهمت الدرس دلوقتي، عملت ايه؟ كتبته بايدك، لخصته بايدك. لازم تكتب الدرس بايدك، لازم تكتب الدرس بايدك. كتبت الدرس بايدك هتعمل ايه بعديها؟ هتطبق عليه بايدك، هتخش بقى تحل اسئله اشكال والوان. هتخش تحل اسئله اشكال والوان. لازم تعمل كده. لازم ايه؟ لازم تعمل كده. خلاص؟ يبقى المذاكره يعني فهم وكتابه وحل. هتفهم، هتكتب بايدك، هتطبق، هتحل اسئله اشكال والوان. وثانويه عامه يعني حل. هتحل كتير وتجمع بقى في الكشكول الصعاب بتاعك ولا كشكول الغلطات ولا الكشكول اللي ايا كان انت مسميه ايه، كشكول بتاعك الخاص بيك ده. هتكتب بقى كل الافكار، كل الافكار اللي ممكن تواجهك، كل الغلطات اللي انت غلطت فيها، علشان تبقى مرجع ليك باذن الله في ليالي الامتحان اللي انت تفتكر المعلومه. لان يا جماعه الافكار بتتكرر، هو شكل السؤال بس هو اللي بيختلف في الامتحان. واسال الدفعه اللي فاتت واللي قبليها واللي قبليها واللي قبليها واوائل المدارس واوائل الجمهوريه، اسالهم كده عملتوا ايه، هيقولوا لك عملنا كشكول اسمه كشكول الصعاب او كشكول الافكار. كتبنا بقى فيه كل الافكار من اول نقطه في السنه لحد اخر نقطه في السنه، وشفناها في الامتحانات وحلينا وجبنا مجموع كويس. وعايز اقول لك على حاجه، مالكش دعوه باللي بيقول لك خش بسماعه حرفيا. طب اسال الاول على الجمهوريه اقنعك. اسال الاول على الجمهوريه، قول له انت طلعت الاول على الجمهوريه بسماعه، هيقول لك لا انا ذاكرت واجتهدت وربنا وفقني. اللي دخل بسماعه وجاب كليه طب 2 3 في وسط الكليه، يعني خدنا كليه طب اسكندريه، محافظه ايه من المحافظات بتاعت مصر. مين اللي دخل بالغش؟ مين اللي دخل بالسماعات؟ اللي دخل بالسماعات 3 4 من وسط الدفعه 750 مثلا. طب اللي دخل بالغش هتلاقيهم 5 6، والباقي دخل بمجهوده. والله دخل بمجهوده. فزي ما في ناس قليلين قوي مش باينين هم بس اللي عملوا شوشره على التيك توك. التلاتة أربعة دول هم اللي عملوا شوشرة على التيك توك. ده غير إن في ناس جابت 50% ونزلوا أصلا أنا جايب 97 جايب 98 بسماعة، وهو جايب 50% أصلا وكان بيحل بمجهوده وما كانش بيذاكر وحل الغلط. كان هابد، يعني ال 50% جايبها بالهبد أصلا. فما تسمعش كلام حد، دول بيشتتوك، والله بيشتتوكوا. ما تسمعش كلام حد يقول لك خش بسماعة، ده عايز يبعدك عن ربنا. عايز إيه؟ عايز يبعدك عن ربنا. اسمع مني، خش وحل بمجهودك. آخر حاجة عايز أقول لك عليها في الفيديو بتاع النهاردة، المذاكره بتاعتك لازم تبقى اسلوب حياه. لازم تذاكر كل يوم. ما تقولش النهارده هذاكر 8 ساعات ولا 10 ساعات ومش هذاكرهم. انا بقول لك مثلا يعني انت ذاكرتهم وبكره مش هذاكر، يعني انا هذاكر النهارده وبكره لا، هذاكر بعده وبعده واليوم اللي بعديهم لا، مش هينفع. لازم تعود دماغك على روتين المذاكره. دماغك ربنا خلقك بدماغ دلوقتي بتتعود على روتين بتمشي بيه، بيبقى عندها اريحيه اللي هي تمشي بروتين معين، بروتين ما. روتين المذاكره اسمه روتين المذاكره. يبقى انت تعود دماغك على روتين المذاكره، على روتين التركيز من اول نقطه لاخر نقطه في السنه. يبقى انت لازم تذاكر كل يوم، حتى لو ذاكرت ساعتين بس في اليوم او 3 ساعات انت لسه في البدايه. بس ما تقولش النهارده هذاكر كل المواد وبكره لا، هتفصل بعده هتلاقي جسمك وجعك، هتلاقي تركيزك نزل. اسمع من اخوك الكبير. يبقى لازم تذاكر كل يوم. المذاكره اسلوب حياه. انت عرفت كده ايه معايا النهارده في الفيديو ده؟ عرفت ان الثانويه العامه سهله جدا. عرفت كمان ان المذاكره مش امر في الدنيا، مش عذاب. عرفت علشان تذاكر لازم تقعد في مكتب هادي، في بيئه هاديه، تبعد عنك كل مصادر المشتتات والملهيات. كل مصادر التشتت تبعدها عنك، احذفها برجلك. عرفت ان المذاكره يعني ايه فهم وحل وكتابه، فهم وكتابه وحل. عرفت ان انت لازم تبدا بجرعات صغيره. عرفت ان انت لازم تذاكر كل يوم، لازم تذاكر كل يوم. عرفت ان انت لازم تقرب من ربنا وتبعد عنك كل الناس السلبيه، حرفيا كل الناس السلبيه ابعدهم عنك، شوطهم برجلك. اللي يقولك بالسماعه، اللي يقولك غش، اللي يقولك محصله بعضيها، سيبك منه، ده عايز يشتتك. وبكده بقى نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاع النهارده. اشترك في القناه ودوس لايك علشان توصل لك كل الفيديوهات اللي احنا بننزلها، بقول لك تاني، طول السنه، وتستفاد باذن الله ومفيش اي حاجه تفوتك. سلمتم يا شباب، دمتم في امان الله، سالمين امنين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.